السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن الإنتاج الذاتي، أو الإنتاج المشترك في الميديا. هنعرف الأول الإنتاج الذاتي مجموعة من الناس المحترمة نصابين الميديا. ما هو في كل مجال فيه نصابين، بس بالذات الميديا فيها نصابين كتير قوي. يجي يقول لك بص، هنعمل عمل ضخم، مسلسل، فيلم، حاجه كبيره، بس وهيتعرض على كل القنوات الفضائيه. بص الكلمه دي، عشان بص النصاب ده بيعمل غسيل مخ للي قدامه على كل القنوات الفضائيه، وهيتعرض في مهرجانات، وهتتلمع، وبعدها هوبا هتبقى نجم كبير. يا سلام، هتبقى نجم كبير. بس طبعا احنا معناش امكانيات ماديه، احنا معناش فلوس، احنا محتاجين منك 5 6 آلاف جنيه، 10 آلاف جنيه، مبالغ بتسمعها بقى، وانت يا عيني غلبان بتروح تتصرف وتجيب الفلوس عشان تفكر تبقى نجم، وفي النهايه تلاقي العمليه كلها فين الفيلم؟ ان شاء الله بتنزل الفيلم، حاضر ان شاء الله، وهو نصب عليك، صورت المشاهد بتاعتك وانتهيت. عايز اقول لك ان التمثيل زيه زي اي مهنه، طالما نزلت من بيتك هتاخد فلوس. امتى ما تاخدش فلوس؟ لو اتعملت مشهد ولا مشهدين قدام نجم كبير وقلت ممكن تتبرع، مش عايز فلوس. ليه؟ لانك ده بدايه كتابه تاريخ، وقفت قدام نجم كبير او ممثل او عمل هيتشاف في رمضان او هيتذاع على قنوات تلفزيونيه بجد، مع مخرجين معروفين، مش مخرج محدش سمع عنه، مش مخرجين ولا حد عارف عنهم حاجه، مش ناس تقول لك انا الاب الروحي وانا فنان قدير. هتكلم النهارده عن اول واحد وهو بدع الانتاج الذاتي. مين بقى الاخ ده؟ مين؟ عصام صلاح الدين السيد هيكل. هو اول واحد ابدع الانتاج الذاتي، هو اللي دخل الانتاج الذاتي، وهو اللي بدا ينشر فكره الانتاج الذاتي. ليه؟ قال لك انا لما اعمل كده هشتغل، مع انه ملوش تاريخ ولا هو. وانا اهو في بدايه الفيديو بقول له اهو، يا عصام صلاح الدين السيد هيكل، انا بتحداك تحدي ال100,000 جنيه، هدفع لك 100,000. مش انت عامل عليا قضيه ب20,000؟ لا، انا هدفع لك 100,000 جنيه، بس قول لي تاريخك الفني ايه؟ عرفنا كده تاريخك الفني. اعمل فيديو كده، قول انا مثلت مع مين من النجوم، مع النجمات، اعمال الفنيه، المسرحيه، التمثيليه، التلفزيونيه، السينمائيه. انت عضو نقابه، مش عضو نقابه، معاك معهد في المسرحيه، معاك اداب مسرح، معاك معهد سينما. عرفنا تاريخك الفني. اعمل فيديو، انا بقولها 100 مره، وصفحات ناس قرايبي قالت لك 100 مره. اعمل فيديو ووضح، قول لنا تاريخك الفني ايه. انت تاريخك الفني ايه يا عصام يا هيكل؟ تاريخك الفني مالكش تاريخ فني غير في التحرش، اوادي تحرش واداب وقله ادب. ايه ده؟ وفي النهايه بيت ناس ماشيه وراه مغيبه اهو. وشاهد شاهد من اهله، واحد اهوت بيقول له هيولع في ايه؟ في نصابين الانتاج الذاتي اللي بيدعمهم، يعني بيعترف عليه. جينا نسال على تاريخه الفني، ما لقيناش حد عارف له تاريخ فني. جينا نبحث عليه على جوجل، ما لقيناش حاجه على جوجل. الله، طب فين يا اخي؟ ده الكومبارس على الاقل بيتشاف في مشهد ولا مشهدين، انت مالكش اي تاريخ فني. عرفنا تاريخ الفني ايه؟ طب بتنصب على الناس ليه؟ بتضحك على الناس ليه؟ تشتغل البنات ليه؟ حرام عليك، الناس غلابه بتلاقي القرش بالعافيه، وعشان تشتغل يا ريتك اشتغلت حتى في الانتاج الذاتي. بياخدوا الولاء، ياخدوا يعني اللي بترميهم في حضن الناس اللي بينصبوا عليهم، وفي النهايه ما بيشغلكش. طب بعدين؟ طب فين الحمايه يا دكتور اشرف زكي؟ انا بتوصل قبل كده شتم الدكتور اشرف زكي. عارف ليه؟ لانه كان بيحاربه. دكتور اشرف زكي لما جيت تواصلنا معاه قال لك ما نعرفوش، ولا عمره مثل، ولا عمره اداله تصاريح ولا اي حاجه. ده راجل عامل مشكله مع ممثله مشهوره توفت الله يرحمها، وتحرش بيها وشتمها، ورافعين عليه قضيه، وملوش اي تاريخ عندنا. وكان شتم الدكتور برضه اشرف زكي اهو، بيقول لك المنظومه فاشله والتعري ومش عارف ايه. منظومه ايه اللي فاشله؟ الراجل ده ما يجي مثلا انت مثلا شغلته معاك يا عصام هيكل ده،
شغلته قلت له تعالى، يقول لك ما شاء الله ده ناس محترمه، وهو بيدعي. بص يعني مثلا واحد من انتاج الذات يقول له تعالى اشغلك معايا اديك دور، ده ناس محترمه، ده ناس على خلق، لا ناس على وصف، ما شغلوش معاه. يقول له مش هشغلك معاه، يقول لك لا دول حراميه، دول مش عارف ايه، دول نصابين. طب ما عرفنا بس انت مع مين ولا مين؟ يا ريتك كان ليك تاريخ، مالكش تاريخ ولا هويه، فاقد الشيء لا يعطيه. يا جماعه خلي بالكم والله العظيم، انا بقول لكم حذروا منكم اهو، ده اساس الانتاج الذاتي، ده هو اللي خلى هم الفيران يطلعوا على وش الميديا. ما تجيش تقول لي لا ده فلان هو ده الدكتور اشرف زكي هو اللي خلى الانتاج الذاتي. الدكتور اشرف زكي بيقول لك عايز ممثل، خد ورش، عندك ورش النقابه، ورش معترف بيها، ورش موجوده في الهناجر، ورش الهناجر، مركز ابداع. طيب الدكتور محمد عبد الهادي، مروه جبريل، استاذ مروه جبريل، في ورش معروفه، روح مكاتب الكاستنج، مكاتب الكاستنج في المهندسين عناوينها معروفه. طب ما او خد معهد في المسرحيه، اداب مسرح، معهد سينما، عشان تبقى ممثل. ما هو كلنا عايزين نمثل، كلنا نفسنا نمثل، فاكرين التمثيل ده سهل، مهنه سهله هطلع منها فلوس بسرعه؟ ده من اصعب المهن يا جماعه، ده كتب ولازم تذاكر ولازم مش عارف يعني ايه. نتكلم بقى عن ايه، عن ورش اللي طالعه دلوقتي جديده، ومنهم برضو الاخ ده بيعمل ورش، بيقول لك انا بعمل ورش مجانيه. ايه الورش المجانيه بتعملها؟ فهمني. ايه الورش اللي بتعملها؟ فهمني. انت تعرف ايه عن التمثيل؟ انت بس بتتهمني، ابعت لي رساله بيقول لي بص انا اللي علمتك وانا اللي شغلتك. هلا علمني ولا شغلني؟ الحمد لله قبل ما اخش المجال ده كنت واخد ورشتين، ورشه من عند الدكتور عبيده ابو الورد، وورشه من الدكتور محمد عبد الهادي. مش يعني جاي لك وانا متعلم تمثيل، ده غير انا اشتغلت مسرح كتير فعارف تمثيل. فلما جيت شفتك قلت ايه ده؟ فعلا هو قاعد يصطاد البنات وقاعد يصطاد الولاد يا عيني من الورش اللي بيعملها المجانيه. يا دكتور اشرف انقذنا من هؤلاء، انقذنا. انا بعت رساله للدكتور اشرف زكي، انقذنا من براثم هؤلاء، انقذ الشباب، ولادك وبناتك، ولادك في خطر من دول. واحد زي ده نصاب دولي والله العظيم، ده بينصب على طوب الارض. ده بص شوف القواضي بتاعته عامله ازاي، شوف كميه القواضي ايه دي كلها، وانت بعد ده كله وبرضه مصدقه وماشي وراه ان هو اب الروحي ورب القدير وفنان قدير. يقول لك هاخد الفيديو ده هسجنك بيه. يا عم عاوز تسجن اسجن. انا بحذركم يا جماعه، خلي بالكم من ده ومن غيره، من اي حد لكم انتاج ذاتي. مش اي حد لكم انا مسائر، انا اي واحد دلوقتي كومبارس يطلع مشاهدين ولا ده يعمل ورشه. خلاص انا كمان برضه والله فكر دكتور اشرف انا كمان اعمل ورشه، هي جت عليا انا كمان، ايه المشكله يعني؟ يا دكتور اشرف ارجوك انقذ الناس من دول، انقذ الشباب والبنات من هؤلاء. هنتكلم بقى في اخر حاجه عشان ما نطولش عليكم، مهرجانات تحت بير السلم، المهرجانات اللي بتكرم الكومبارسات او اللي مالهمش تاريخ، زي مثلا مهرجان زي ده مكرم الراجل ده، على اي اساس مكرمه؟ فهمني، قول لي على اي اساس ده مكرمه؟ اعماله الفنيه ايه؟ تاريخه الفني ايه؟ هقول لك نظامها ايه. التكريمات دي التكريمات دي عباره عن ايه؟ انت بتروح بيأجر قاعه بسي مثلا مبلغ، ويقول لك باخد من كل واحد مثلا 3000 جنيه عشان اكرمك، هجيب لك شهاده واجيب لك مش عارف تمثال واجيب لك مش عارف ايه. طبعا حلو قوي، وانت بتروح تتصور وتدفع وتقول اهو انا اتكرمت في مهرجان. المهرجانات معروفه انها عشان تتكرم بقى، يعني ده في ممثلين يعني تعبوا قوي في حياتهم ولسه حضرتك ما اتكرموش من الدوله، وانت ترى كل 3 شهور بتتكرم بايه؟ بفلوسك ولا بحاجه تانية؟ مش عايز اتكلم بقى، مش عايز حاجه تانية اتكلم، بفلوسك ولا بحاجه تانية؟ يا اما تدفع فلوس يا اما تجيب حاجه تانية. استغفر الله العظيم يا رب، الوسط ده بقى صعب قوي، بقى صعب قوي، احترسوا بجد وخلي بالكم. وسالوا شوفوا، تخشوا كده على جوجل شوفوا تاريخ اللي بيقول لك انا الاب الروحي او انا فنان قدير، شوفوا تاريخه ايه، شوفوا هو عمل ايه اعمالك ايه. مش هتلاقوا حاجه لحد، هتلاقيهم كلهم هوا مالهمش اي اسم ولا تاريخ غير ان هم مجموعه من النصابين فقط لا غير. بينصب عشان يا عيني الحياه غاليه ونفسه يعمل حاجه مش عارف يعمل حاجه، وهو مش مؤهل يكون سينمائي ولا مسرحي ولا الكلام ده، فيقول ينصب. ينصب على مين؟
على الشباب الغلابه عشان يشتغل هو ويقول لك ايه، انا اخرجت، انا انتجت، انا عملت مثلا مسلسل. هو اللي بيلمع نفسه على حسابك انت. فخلي بالكم يا جماعه من موضوع الانتاج الذاتي. اخر حاجه بوصلها للاخ اللي هو عصام صلاح الدين الهيكل، بيقول انا شغلتك. عصام صلاح الدين السيد هيكل بيقول انا شغلتك. شغلتني فين؟ ايه الاعمال اللي انت جبتها لي؟ ها؟ المؤسسه بتاعت اللي في المطريه، المؤسسه بتاعت الشؤون الاجتماعيه، ها؟ اتكلم عنها؟ ده عايزه فيديو تاني. وفين الفيلم؟ فين النجوم اللي كانوا معايا؟ مجموعه من الزملاء على عيني وعلى راسي، كلنا زي بعضنا بنهواه، وهو اللي ملناش 30 لازمه. ده الشغل؟ هتقول لي جبت لك فلوس؟ فلوس ايه اللي جبتها لي؟ ده انا صارف عليه اكتر ما انت جبتهولي. وفين الفيلم؟ فين؟ اتحط في الدرج وكان نصبه، كنتوا عايزين تصيبوا على الراجل، والراجل واحنا قاعدين في البرتيته كده قال لك لو شفته هضربه بالجزمه. يا راجل. صحيح، موضوع الجزمه ده، اخبار الفنان نجاح الموجي ايه معاك؟ الله يرحمه، سمعت ان هو كان لزعك بالشوز. ده مش هو بس، ده كله. عموما ده مش حديثنا. خلي بالكم موضوع الانتاج الذاتي، بلاش حد يشتغلكم. يا اما تشتغل وتنزل تشتغل مع ناس محترمه، ناس اعمال فنيه تذاع لك على التلفزيون، قنوات فضائيه، اعمال معروفه في رمضان، مسلسلات، افلام. يا اما ما تنزلش تشتغل، ولو نزلت خد فلوس مش تدفع فلوس. شكرا ليكم، اشوفكم الحلقه الجايه واقول لكم خلي بالكم وربنا يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.